ليه الفراعنة عندهم الدقن الطويلة دي في كل تماثيلهم؟ هل كانت موضة وقتها؟ ولا رمز لقوة وسلطة؟ ولا حاجة تانية محدش واخد باله منها؟ الغريب إن الدقن دي مش مجرد شكل، لأ، دي كانت علامة مقدسة بتفرق بين الملك وأي حد تاني. والمفاجأة إن حتى الملكة حتشبسوت ظهرت في تماثيلها بنفس الدقن. وهنا السؤال اللي محتاج تفكير، ليه ست حبت تظهر بشكل راجل علشان تحكم مصر؟ قبل ما أجاوبك اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. الدقن الطويلة اللي بنشوفها في التماثيل دي اسمها اللحية الاصطناعية. كانوا بيعملوها من المعدن أو الذهب وبتتلبس وقت المراسم المقدسة. وجودها كان معناه إن الملك مش مجرد إنسان، لكن ليه صلة مباشرة بالآلهة. عشان كده أي حاكم حتى لو كانت ست زي حتشبسوت لازم يلبسها عشان يظهر قدام الشعب إنه إله حي مش مجرد ملك عادي. اكتبوا في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن إيه؟